هو انت دفعه كام يا باشمهندس؟ انا زميلي درسك والحاجات دي. طيب هو طارق طبعا مختلف عنك تماما يعني، او يعني في اختلاف فكري، وممكن يكون في اختلاف كمان عقائدي وكلام ده. انتوا يعني عملتوا الحكايه دي ازاي؟ هو ما فيش اصلا اتنين زي بعض، والقرب والبعد ملوش علاقه باختلاف وجهات النظر في رايي، على قد ما ليه علاقه باساسيات وبديهيات اخلاقيه معينه. لو انت انسان متسق مع ذاتك او بتحاول تتسق مع ذاتك دايما، دي حاجه انت بتراجعها في نفسك. ما يهمنيش انا كوليد، يعني ما يهمنيش انه انت رايك يبقى زيي او لا، يهمني طريقه تكوينك لرايك. فلو انت نفس رايي بالظبط كنتيجه، بس انت مثلا ما بتعرفش تدقق المعلومات، اي حاجه بتتحط قدامك بتصدقها وتبني عليها مواقف وتصرفات، مش هكون مبسوط بيك مع انك بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله. والعكس صحيح. لو انت شخص بتحاول تدقق وتراجع وتتريث وتنتبه وتفهم، وبعدين توصلت لنتيجة مش هي نفس النتيجة اللي انا متوصل اليها، مفيش اي مشكلة خالص. خصوصا لو اللي بينبني على ده بعد كده برضو تصرفات ملتزمة بالاخلاقيات البديهية بتاعت الانسان. مش لكن معنى ما ان انا كانش مثلا ديني بيحصل. غير دينك ان انا ما اعتبركش انسان. لكن ما كانش بيحصل يعني اشتباكات بيحصل يعني طبعا اشتباكات مفيدة جدا، حواريه. ملتزمة بالادب والاخلاق. هو اكبر مني ب 25 سنة، هو كان بيحترمني، يعني هو بقى كان في مزايا عظيمه جدا ان هو ما كانش بقى يقول لك انت هو انت دفعه كام يا باشمهندس؟ انا زميلي درسك والحاجات دي مثلا. يعني الحاجات اللي فيها بتبين ضعف الشخصيه دي. هو شخصيه قويه جدا، واثقه من نفسها جدا، فبيتكلم مع اللي اكبر منه زي ما بيتكلم مع طفل صغير. يعني هو لما بيكلم اولادي وكان سنه سنه بيكلمه بنفس الطريقه اللي كان بيكلمني بيها، بنفس الطريقه اللي بيكلم بيها بيتر كوك. احنا مفيش اي ما نوع من انواع عندناش الثقافه التحقير دي او في مصر قوي برضو. عشان هو مقتنع. يعني حتى انا لما كنت بشكر فيه قوي ان انا بتعلم منه كده، كان بيقول لي انت مش فاهم. فبقول له مش فاهم ايه؟ قال لي انت بتتعلم مني وانا بتعلم منك. مثلا دي بالنسبه لي كانت، يعني انا هعلمك ايه؟ انا ما عنديش حاجه. بس هو صادق في اللي هو بيقوله، بغض النظر عن قد ايه فعلا انا بفيده، بس هو صادق في اللي بيقوله. وده بيخليه في وضع يؤهله جدا ان كل حاجه عنده مفيده انا اعرف اتلقاها منه.